كان يا مكان ويا سعد ويا إحسان، كان في طفل اسمه حسام. كان قاعد بيلعب مع الأجهزة بتاعته في أمان الله. فجأة سمع صوت غريب بيقول حسام. حسام كان طفل عادي جدا، رغم إنه لما كان بيخرج مع أهله إخواته كانوا بيقعدوا يلعبوا مع بعض وهو يفضل لازق قدام بيتك. أهله كانوا فاكرين إنه مجنون، ودوه لكذا دكتور نفساني وابتدوا يبخروه عشان يعرفوا فيه إيه. بس محدش كان حاسس إنه عنده موهبة، ملكة، قوة خارقة. حسام كان بيقدر يتكلم مع الأجهزة، وكان فاكر إنه الوحيد اللي بيقدر يفهم الأجهزة، لحد ما في يوم ظهر واحد تاني فاهم كل حاجة زيه بالظبط. حسني من ساعة ما شاف حسام وقرر إنه يدور عليه، لأنه عايز حد فاهم زيه، فاهم الأجهزة ويقدر يحس بيهم. اعلالي بالمزيكا بعد إذنك. يح بتلسع. وقرروا يطلعوا فوق ويقولوا للناس حقيقة الأجهزة، حقيقة الأجهزة اللي مفيش حد في العالم يعرفها غيرهم هما الاتنين بس. والله انت بق 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 يلا. استنوهم عشان تعرفوا الحقيقة. الأجهزة ما بيعرفوش يكذبوا.